عصير قمر الدين مفيش سفرة بتخلى منه في رمضان. كلنا بنعشقه فعلا حرفيا. بس هنا النهاردة عاملاه لكم بطريقة مميزة جدا، بحيث ان انا ازود الكمية بتاعته بعد ما اسعاره بقت في السما يعني. فعملت ضفت له مكونين علشان اولا طبعا بزود الكمية بتبقى الضعف واكتر كمان، يعني ممكن نقول مرتين ونص. وكمان ان برفع القيمة الغذائية بتاعته علشان الضرر ما يبقاش كتير، يعني يبقى فيه معظم الحاجات الازايز دي بتبقى كلها مواد حافظة وبتبقى ضارة، فاحنا هنقلل الضرر ده وهنعمله بطريقة بحيث ان هو يبقى صحي، وفي نفس الوقت كميات بتبقى كبيرة علشان لو عندنا عزومة حاجات تبقى عائلية. يعني بصراحة أسعارها بقت غالية جدا جدا، أزايز القمر الدين دي ولفات القمر الدين كمان بقت غالية جدا. فحبيت النهاردة ان انا اعمل لكم عصير قمر الدين بطريقة اقتصادية، وفي نفس الوقت والله الطعم احلى كمان. بصوا احنا هنجيب اللفائف القمر الدين دي، هي بتتباع في كل حتة. شوفوا النوع اللي انتوا بتحبوه، وانا بفضل هنا النوع يبقى غامق ما يبقاش فاتح، يعني الغامق قوي ولا فاتح قوي، يعني هو بيبقى وسط علشان ما يبقاش فيه اي اضافات. النوع اللي انتوا بتحبوه مجربينه هاتوه. بنقطعه كده في بولة، نقطعه قطع كده هوت يعني صغيرة إلى حد ما، واهو الشكل ده. وبعد كده هننقعه في مية سخنة لو احنا مستعجلين. تبقى مية سخنة، لو احنا عندنا طول النهار ممكن مية عادي من الفلتر عادي. بننقعه يعني المدة بتبقى بياخد مثلا أقل من ساعة، ممكن ساعة إلا ربع يعني. بنجيب بعد كده الجزر هنا يا جماعة، يعني احنا بنجيبه بنقشره هنا وبنقطعه. الجزر هنا عايزة اقول لكم ان هو ما بيبانش خالص في الوصفة دي، هو ملوش طعم خالص، بس هو بيرفع القيمة الغذائية وزي ما قلت لكم بيضاعف الكمية. تمام. احنا هنا هنسلق الجزر، هنسلقه سلق يعني يكون سلق كويس، يعني مستوي تماما يعني. تمام. هنحط عليه المية ونرفعه على النار ونسلقه. طبعا هنا بقول لكم ان الجزر رفع القيمة الغذائية جدا يا جماعة، ويزود لي الكمية بدرجة رهيبة. هنا انا استخدمت كيلو من الجزر، هكتب لكم برضو المقادير كلها اللي انا استخدمتها في الاخر. واستخدمت هنا برضو كيلو من البرتقال البلدي. البرتقال البلدي موجود على طول، بنجيبه نغسله ونقشره بالطريقة دي، نشيل منه القشر تماما. ونبتدي بقى لو في بذر طبعا في البرتقال ده بنشيله عشان ما يبقاش فيه طعم المرارة. طريقة سهلة جدا للتقطيع بتاعه، قلت اوريها لكم. بعد ما بنخلص الكمية كلها تقشير بنبتدي نقطعه مكعبات زي ما قلت لكم، نشيل اي بذر فيها. نقطع بقى الكمية كلها مكعبات كده بالشكل ده. طريقة سهلة جدا يا جماعة وما بتاخدش وقت حرفيا، وفعلا وفرت لكم ان انتوا ممكن يعني تعملوا زي ما قلت لكم مرتين ونص ضعف الكمية. ولو انتوا زودتوا كمية البرتقال والجزر ممكن على فكرة تخلوها 3 اضعاف كمان، وهيبقى الطعم برضو تحفة جدا. هنا ده القمر الدين بدأ كده يسيح، لان هو طبعا احنا مستخدمين المية السخنة فسيحته بسرعة. خد تقريبا ساعة الا ربع، او يعني من ساعة الا ربع لساعة. بعد كده هنبتدي نضربه في الخلاط، نضرب العصير دهوت القمر الدين في الخلاط. قمر الدين اللي احنا نقعناه دهوت نضربه لوحده الاول في الخلاط، نضربه كويس جدا. هو طبعا ساح جدا فيبقى سهل قوي ان هو يتخلط مع بعضه ويبقى سائل. تمام، عشان احنا نقعينه في المية السخنة فطري جدا. بنشغل الخلاط عليه ونضربه كويس قوي زي ما قلت لكم. الوصفة دي يا جماعة بتبقى مفيدة جدا جدا للعائلات. ولو انت عندك عزومات طبعا مش هتجيبي الازازة الواحدة ب100 جنيه، تجيبي لك مثلا 5 6 ازايز، هيبقى الموضوع مكلف جدا. ده زائد والله ان الطعم فعلا تحفة جدا وزي الجاهز بالظبط وكمان احلى والله. ده القمر الدين بعد ما ضربناه، يعني انا فعلا اعتمدت الطريقة دي يا جماعة، وانتوا لو جربتوها هتعتمدوها والله. هنا الجزر استوى صفيته، بصوا زي ما قلت لكم مستوي سوا تام، عايزاه سوا على الاخر. ماشي، صفيناه من المية بتاعته وهنبتدي بقى نحطه في الخلاط
مع البرتقان، نضيف الجزر ونضيف البرتقان عليهم، ونضيف بقى مقدار السكر اللي احنا عايزينه. يعني بصوا مقدار السكر على حسب السكر اللي انتوا بتستخدموه، ممكن تضيفوا كمية قليلة، وبعد كده كل واحد يحلي بقى لما تخلصوا العصير، يحلي بقى ساعة الشرب. لو زود سكر مش هيبقى فيه مشكلة، يعني استخدموا الكمية الأقل على حسب أقل واحد عندكم بياخد سكر قد ايه. وبعد كده ممكن كل واحد يبقى يزود ساعة الشرب بقى، ساعة لما بيجي يشرب هو يزود الكوباية بتاعته. هنضيف السكر وهنضيف المية. هنا انا ما ضفتش مية كتير علشان انا هنا عايزاه مركز، وبعد كده باخد منه واخفف ساعة الاستخدام. بضربهم في الخلاط ضرب كويس جدا، عايزاهم يمتزجوا تماما. بعد ما بضربهم كده كويس ببتدي ان انا بصفي علشان ما يبقاش فيه اي تفل او اي حاجة من البرتقان، من قشر البرتقان. بصفيهم في المصفى علشان اتخلص من اي قشر، يعني قشر برتقان او بذر منهم، واخليه ناعم جدا. بستخدم هنا الويسك كده علشان ممكن اصفيها بيهم، تساعدني يعني تسرع عملية ان انا اصفي يعني. تمام. او ممكن ان انا برضو في طريقة تانية بستخدمها، ان انا بهزه بالشكل ده. بيسرع جدا جدا ان هو يتصفى، وان هو يفصل التفل كله عن العصير، بتسهل قوي. فانا استخدمت الويسك شوية، وبعد كده عملت بطريقة الهز كده شوية. تفضلوا تعملوا كده لغاية لما توصلوا، بصوا يبقى خلاص مفيش تفل، بس مفيهوش اي سائل خالص، عشان نستفاد بكل العصير اللي هو بتاع البرتقان مع الجزر. ده كده عصير البرتقان مع الجزر. تمام يا جماعة. باخد بقى العصير دهوت وببتدي اضيفه على العصير بتاع القمر الدين اللي انا لسه ضربه في الخلاط، وبضيفه ليهم. شايفين اللون يا جماعة والقوام كده؟ ده مركز جدا. عايزة اقول لكم ان ده الذرة اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده، عمل بعد كده عملت منه تقريبا 2 ذرة ونص. لما جيت بخففه ساعة الاستخدام عمل 2.5 درقين ونص. ده الدرق ده كان وهو مركز. لما بتخففوه برضو بيبقى تقيل وجميل جدا. وكل ده بلفة قمر الدين واحدة، واستخدمت كيلو برتقان بلدي وكيلو جزر. طبعا عايزة اقول لكم يعني بصوا اللون، بصوا القوام، تحفة جدا يا جماعة. وعايزة اقول لكم ان انتوا ممكن تستخدموا الجزر بس من غير البرتقان خالص. طبعا بيدي ممكن تستخدموا 1.5 كيلو جزر او 2 كيلو جزر كمان. رائع يا جماعة، جربوه وبون ابيتي.